الله ينور. طيب حضرتك تقدر تعرف لنا مثلا ايه شغل تاني متاح او الخيارات المتاحة اللي ممكن نبدل فيها خامات؟ انا بالنسبه للخامات اللي موجوده انا عندي يعني الحمد لله الاسطى عمر والاسطى احمد احنا شغالين في الورشه مع بعضينا فريق واحد. بالنسبه للخامات احنا بنقدر نشكل مع بعضينا الخامات اللي موجوده، احنا اللي بنقدر نلعب فيها نصنعها بالشكل اللي على حسب رغبة العميل على حسب والبادجت رغبه بتاعه. العميل. الاسطى عمر يقدر يشرح لنا بالنسبه للشغل دوت، يشوف ايه اللي مطلوب فيه. ممكن مع العميل برضه الباشمهندس يقدر يحدد لنا ايه اللي مطلوب فيه. هو طبعا ده شغل كله على MDF وعلى خامة خشب روسي سويدي ماشي، وعلى البكاش زان كوري، وهنا الحلية كلها زان، والرف زان كله هنا زان، وعلى MDF عشان ده طبعا هيدين دوكو، فدايما دوكو احسن بيبقى ان هو على MDF. فده كله الخامة اللي احنا بنقدر نشتغل بيها ونحدد بيها مع العميل اللي هو عايزه. حضرتك تقدر تقول لي مثلا ايه انواع الازاز اللي ممكن احطها ولا المرايات ولا هي بتبقى تصميم واحد؟ طبعا هو كله بيبقى المراية او الازاز على حسب العميل ما هو عايز ماشي. فهو هنا العميل اللي بيحدد اذا كان ممكن يقدر يستخدم اذا كان شفاف او مراية، اذا كان مثلا ليد من جوه فلا بيبقى مستحب ان ده شفاف عشان برضو التصميم كله يبان بتاع الشغل والديزاين ماشي. فده كله بيرجع للعميل. يعني جميل. يعني انا دلوقتي في الاول وفي الاخر التصميم هو اللي بيحدد لي الشكل اللي انا هوصل فيه في الاخر بالخامات بتاعتي بالخامة بالكله بالدهان، تبقى كله الديزاين مع العميل. احنا هنا وصلنا للمرحله الاخيره للتجهيز لتسليم العميل، مرحله ما بعد الورشه. طبعا معانا الاسطى عبده هيشرح لنا ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. احنا كده تقريبا يعني خلصنا مراحل الورشه ومراحل الدهانات كلها، فبنيجي هنا بنبدا نمسك شغلنا، نركب الاكسسوارات بتاعتنا من معابد من ميكانيزمات من فصل اي حاجه ناقصه في الفينش الاخير والنهائي. بنفرش شغلنا وبنجهزه عند التغليف. يجي الباشمهندس يشوف الشغل قبل التسليم النهائي للعميل، يشوف لو في اي ملاحظات او في اي حاجه يعلق عليها احنا نقدر نعدلها او نقدر نعملها، بتكون جاهزه معانا ان احنا نقدر نلم الموضوع اللي هو لو في مثلا حاجه في الاكسسوارات مش عاجباه، حابب ان هو يغير شكلها يغير لونها، كل الحاجات دي بتبقى متاحه في ايدينا. الشكل بنرجع بعد كده بعد ما تمام مع الباشمهندس بنبدا نغلف شغلنا ونجهزه ونحضره على اساس ان احنا نحمله ونسلمه للعميل في مكانه برضه بالشكل المرضي للعميل نفسه. الباشمهندس بيأكد ان كده تمام، فبنجهز شغلنا ونسلمه للباشمهندس. الشغل بيبقى بالنسبه لنا لازم ان احنا نفرشه تمام، علشان لو في اي حاجه نقدر ان احنا نعملها قبل التسليم في الفتره في الوقت الاخير، حاجه في الشغل، حاجه مثلا في اللون في الازاز، بنقدر ان احنا نلم شغلنا الكلام ده كله علشان نبدا المرحله اللي هي الاخيره خالص، ان العميل يبدا يستلم شغله ويكون بالشكل المرضي اللي هو عايزه بالظبط. بس كل واحد بيستلم في ميعاد، مفيش تاخير. لا احنا يعني الحمد لله احنا بندي لنفسنا الفتره الممكنه ان العميل يكون مرضي فيها بالنسبه للشغل. تمام. ما نخليش بنوصل شغلنا ليه؟ لان انا اهم حاجه عندي الوقت اللي انا بكون متفق عليه، لازم اكون عندي مصداقيه في الوقت بالذات. بدي لنفسي المراحل اللي انا بشتغل عليها. طبعا الباشمهندس بيجي مع العميل بيشوف مرحله، فانا من خلال ده الوقت اللي انا اقدر احدده. انما خلاف المواعيد ان انا اخلف مواعيدي لا، ده اهم شيء في المصداقيه، ان انا يكون عندي مصداقيه في تسليم الميعاد اللي انا بتفق عليه. احنا ابتدينا معاكم مرحله الخامات والتصنيع في الورشه لحد الفينش النهائي لتجهيز وتسليم العميل. انتظرونا في مسار جروب لاقوى العروض والخصومات.